رمضان داخل علينا وكلنا هنبدا ندور نشوف الحلويات بتاعتنا هنجيبها منين، في اللي هيعمل في البيت وفي اللي هيجيبها من بره. وعشان نعرف الحكايه وما فيها نسمعها من صاحبها احسن. لينا ايه الحكايه بقى؟ يعني حلواني السعاده ده احنا عارفينه من واحنا عيال صغيرين. يعني بدا امتى؟ بدأ بعربية تمام. سنة أوائل الخمسينات. ان شاء الله. أوائل الخمسينات. ده حاجه كده بقى لها 70 سنه. داخل في 70 سنة. تمام. داخل في 70 سنة. هو فرع واحد. هو فرع هنا المحل الرئيسي والتصنيع. في فرع أول الشارع محمد علي، عربية صغيرة. مكان نفس العربية نفس المكان. صورة الافتتاح دي كانت سنة 73. تمام. من 73 واحنا شغالين. برضه احنا شايفين تجديدات كتير. الحمد لله احنا لسه عاملين توضيبات. غيرنا في ديكورات المكان بس البضاعه زي ما هي، ما فيش حاجه اتغيرت. حاجه الماتيريال. لا نفس الماتيريال من سنه 55. من سنه 55 جدي الله يرحمه كان هو اللي ماسك المكان، بعد كده والدي الله يرحمه، وبعد كده احنا هم علمونا. انا ووالدي، انا واخويا استاذ باسم، احنا ماسكين المكان. باسم متولي التصنيع وانا متولي اللي هو العرض وكده. موسم رمضان بيبقى طبعا موسم الحلويات، حلويات الشرق. فطبعا بيبقى عندنا كل انواع الزيوت بتبقى متواجده، اللي هي قطايف بانواعها، بلح الشام بالكريمه، زلابيا، صوابع زينب، الحاجات دي بتبقى موجوده على طول. في كنافه بالمانجا بتبقى موجوده، كنافه بالمانجا طبعا بنعملها. المانجا عندنا بنعملها فريش، ما بنحطش عليها اي اضافات. كنافه بنحط بقى، بنزود كنافه بالنوتيلا، كنافه بالاوريو. وطبعا ما ينفعش ابقى في المكان العظيم دوت وما اسالش على الكحك بتاع العيد. الحمد لله احنا بنعمل قطعه كحك الحمد لله مميزين فيها جدا 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 جدا. قطعه ممتازه بتبقى سمنه ودقيق، شغل بتاع زمان. ادوقك كحك اتحدى بيه اي حد بجد. بيبقى في كحك، في غريبه، في بوتفور، في سابليه، في بسكويت بانواعه، بيبقى التشكيله دي كلها موجوده. تمام. عموما يلا بينا ناخد كده جوله كده في طبق مشكل كده من عندهم. بدات اول حاجه بالبسبوسه الساده. الصراحه البسبوسه كده كانت محمره من على وشين ومن جوه سايحه زي الزبده، طعمها كان جامد جدا. وجربت صوابع كنافه كان طعمها حلو وسكرها مظبوط. ويا سلام بقى على الجلاش اللي محشي مكسرات، ده كان طعمه جامد جدا. هيبقى صنف اساسي عندي في رمضان من عندهم. ولا رموش الست كان بتدوب دوب، اللي بيميزها ان هم بيستخدموا سمنه بلدي، فده مخلي طعمها جامد جدا. كل كوم بقى. والكنافه اللي محشيه كريمه دي عندهم كوم تاني خالص، ده احلى صنف انا دقته هناك. الكنافه دي دخلت قلبي كده من غير استئذان، لا هي بجد جامده جدا. خش عليا بقى عشان اوريك البقلاوه التركي اللي محشيه مكسرات عندهم عامله ازاي، مورقه كده خفيفه بتدوب في البق لوحديها. والرواني عندهم كمان خفيفه هشه كده مش مكبوسه، مسقيه شويه شربات حلوين، طعمها كان جامد برده. ووعدوني لما تروحوا هناك تجربوا البسبوسه اللي بالبندق دي. المكسرات عندهم طازه جدا وبتقرمش في بقك. يا سلام بقى على الكنافه البصمه، حاجه كده خف الريشه، ما فيهاش سكر، مش مسقيه، طعمها جامد جدا. دي بقى المرضى السكر جامده جدا جدا جدا، سكرها بياخدك وينزل لتحت. نعلي الليفل بقى شويه ونخش على التقايل المسخسخه والمدلعه والرواني اللي مسقيه الشوكولاته خام. نبدا اول حاجه بالمسخسخه او القشطوطه. عندهم طعمها خفيف، المانجا قليله فيها شويه بس طعمها جامد. المدلعه اكنك قاعد في صنطه بتاكلها من دهب بالظبط. الرواني اللي مسقيه شوكولاته ديت سكرها مظبوط بالملي، طعمها جامد من الاخر. وطبعا ما ينفعش اروح اي محل حلويات غير لما اخد طبق بسبوسه كده وعليه طبق قشطه مسقي بشويه سمنه. السمنه عندهم مع القشطه مع البسبوسه عاملين ميكس رهيب جدا. وده المنيو بتاعهم. حلواني السعاده فاتح في محمد علي في اوله وفي اخره، لازم تروحوا تجربوه. سلام.